ازيكم عاملين ايه؟ لو اول مرة تشوفيني اشتركي في قناة وصفات الجمال. النهاردة هنتكلم عن منتج استخداماته جميلة قوي. استخداماته جميلة للتجميل اصلا، وهو عبارة عن جونسون او بيبي اويل. ماشي. اول استخدام ليه بنستخدمه طبعا للميك اب. هنجيب قطنة لازالة الميك اب، ماشي، وهنحط عليها نقطتين من جونسون، ماشي، وهنبتدي نمسح بيها اي ميك اب على وشنا. طبعا ما ينفعش ان احنا ننام بيه طبعا. حلو قوي جونسون بيبي لازاله الميك اب، ماشي. بديل طبعا من المزيلات الميك اب الغاليه، ماشي. ده اول استخدام معانا. تاني استخدام معانا هنرطب بيه، ماشي. طبعا احنا داخلين على موسم الشتاء، ومعظم الناس كانوا طبعا بيلبسوا الصنادل، وده بيخلي رجلينا فيها تشققات وجلد ميت. برضو اي نقطتين من جونسون بيبي هيشيل اي تشققات، والجلد الميت ده مش هيخليه طبعا، ماشي. تالت استخدام معانا للاظافر، ماشي. البنات اللي بتحب تربي ضوافرها ده حلو قوي طبعا جونسون بيبي للاظافر. نجيب برضو نقطتين من جونسون وهنبتدي نحطهم على الضوافر بالشكل ده كده، ماشي. ونبتدي ندلك بيها الضفر كله كده، هيخلي الاظافر مش بتتكسر، يعني حلوه متينه كده وقويه، ماشي. ده كان تالت استخدام معانا. رابع استخدام معانا اللي هو بعد ما ناخد الدش والشاور بتاعنا كده هنستخدمه عشان نرطب بيه جسمنا كله بيه، ماشي. وبيمنع ظهور الشعر يعني بسرعه كمان في الجسم وكده. خامس استخدام معانا للي هي الفرش بتاعه الميك اب، ماشي. بعد ما بنحط بيها طبعا كونتور او فونديشن، ماشي، هنجيب نقطتين من عايزين بقى نغسلها، ماشي، اتوسخت خلاص كده كلها فونديشن وكونتور، ماشي. هنجيب نقطتين من الجونسون وهنحطهم على الفرشة بالشكل ده، وهنبتدي نغسلها ونشطفها كده وهتبقى نضيفة بالشكل ده، ماشي. الحاجات دي كلها استخدامات جونسون بيبي او البيبي اويل. دي كانت استخداماته. يا رب الفيديو يعجبكم، ما تنسوش اللايك. سلام.